كلنا بندور على المستقبل وبنفكر نستثمر في ايه وندخر في ايه، ذهب ولا ندخل البورصه ولا نحط فلوسنا في عقار، نعمل ايه المناسب لينا، ايه اللي بيكسب اكتر. قبل اي حاجه وبسرعه لازم ناكد على الفرق ما بين الادخار والاستثمار. الادخار زي لما بتجمع مصروفك في الحصاله، وليه امثله كتير، حساب التوفير في البنك او حتى التحويش في بيتك. والادخار دايما بيفضلوا الناس اللي مش عايزه اي مغامره، لكن عيبه ان التضخم بيأثر عليه وبيقلل من قيمته. اما الاستثمار زي لما بتزرع بذره وتستناها تكبر وتطلع ثمار، بتحط فلوسك في اماكن ممكن تكبر فيها وتجيب لك ربح، زي الاسهم، السندات، صناديق الاستثمار، العقارات، الذهب، الفضه وغيرهم. السؤال هنا امتى اختار الادخار وامتى اختار الاستثمار؟ الادخار لما يكون عندك هدف قريب زي شراء موبايل جديد، سفر قصير، او لما تكون محتاج فلوسك في اي وقت. اما الاستثمار لما يكون هدفك بعيد زي شراء بيت او التقاعد، ولما تكون مستعد تخاطر شويه علشان تبني فلوس اكتر. طبعا الاستثمار مغامره ممكن تكسب فيها كتير وممكن لا، وده على حسب تخطيطك. فلازم تحدد اهدافك الماليه وتعرف انت عايز تعمل ايه بالفلوس دي وقد ايه تقدر تتحمل المخاطره، وتحدد وقت للاستثمار ده، وتدرس العائد المتوقع، وتحدد السيوله الماليه اللي انت محتاجها، وكمان تفهم كويس قوي عن الاستثمار اللي انت داخله. وهنا انا برشح لك انك تستعين بمستشار مالي، ولازم تنوع استثماراتك لان محدش بيقدر يتوقع تقلبات السوق. قولي بقى في الكومنتس انت من تيم الادخار ولا تيم الاستثمار، ولو قررت تستثمر ناوي تستثمر في ايه؟